مقابلة مستقبل مرسى وترجي جرجيس شهدت سيناريو واحد لا غير، وهو سيطرة واضحة للفريق المحلي اللي تفتن منذ البداية للحذر الكبير لأبناء المختار تليلي اللي أطنبوا في التراجع إلى الوراء وما وصلوا للحارس خبير إلا في مناسبة واحدة في كل شوط، وهذه الفرص العديدة للفريق المحلي تشهد على ذلك. كريم القروي كان مصدر خطورة هجوم المستقبل، وهذه في إحدى محاولات، والحارس دبوب يتصدى دائما كريم القروي على الجهة اليسرى لهجوم المستقبل، وفرصة أخرى تضيع للمستقبل. بن سليمان في موقع مناسب، حارس مكر الدبوب يتصدى أيضا وتتواصل سيطرة المستقبل. هذه إحدى الركنيات اللي وصل عددها إلى 15 ركنية خلال الوقت القانوني. ديورا يحاول في مناسبة أولى مناسبة ثانية، والحارس مكرم دبوب دائما في الموعد، وهذه فرصة غريبة نوعا ما تضيع على المستقبل الرياضي بالمرسى. عادل الجباري هجوم ودفاع والكرة خارج المرمى. ديورا يحاول من جديد من جميع المسافات ومن جميع المناطق. الشوط الثاني نفس المشاهد، يعني هجوم ضد دفاع ومحاولات بدون هوادة من المستقبل الرياضي بالمرسى، ودائما مع الجهة اليسرى للهجوم أي الجهة اليمنى لدفاع ترجي جرجيس، وتتواصل الهجومات والركنيات. ديورا في هذه المحاولة وفرصة أخرى تضيع. ديورا بن سليمان وكريم القروي ثلاثي اختير اليوم امام ترجي جرجيس، والحارس مكرم دبوب ايضا تألق في العديد من المناسبات هو وزميله بالحاج. من جديد كريم القروي ومن جديد ايضا مكرم دبوب في التصدي. حارس خبير اليوم كان في شبه راحة. دفاع ترجي جرجيس دائما بكل ما أوتي من جهد، والفرصة الوحيدة اللي جات لترجي جرجيس في الشوط الثاني كادت تقلب الأوضاع. شوفوا أمامنا صورة ضرب جزاء أم لا. وهذه آخر محاولات المستقبل في الوقت القانوني، ويصمد ترجي جرجيس إلى نهاية الوقت. الحصة الإضافية المستقبل جرجيس مستقبل رياضي بالمرسى يعرف كيفاش يفكك دفاع ترجي جرجيس منذ اللحظات الأولى، وكريم القروي بقذفة ممتازة. هذه الإعادة والتمهيد بالرأس من عادل الجباري، وكريم القروي على يسار الحارس على الطاير على يسار الحارس. هدف ممتاز جدا يواصل المستقبل بكل سرعة. وهذه الهدف الثاني اثر هاللقطة، توزيعة من وهبي العشي، توزيعة محكمة وعادل الجباري بكل سهولة بالرأس. الهدف الثاني إعادة للهدف الثاني، عادل الجباري بكل سهولة يخرج من وراء الدفاع وترشح منطقي للمستقبل الرياضي بالمرسى.